ازاي تعمل تأثير تكبير الوش على افتر افكت؟ اول حاجه هنحدد اللاير، نفتح قائمه اديت دوبليكيت، هتلاقي عمل لك نسخه ثانيه منها. هنضغط دبل كليك على اللاير اللي فوق، هيفتحها لك هنا على الشاشه. هنحدد اداه الروتو برش ونبدا نرسم على الوش لحد ما يتحدد. هنضغط بقى مسطره علشان يطبق الماسك على الوش طول الفيديو، وهنضغط فريز ونستناه يحمل. وبعد ما يخلص هنقفل اللاير. كده بقى عندنا لايرين، اللاير اللي فوق بقى الدماغ بس، حتى لو خفينا اللاير اللي تحت هتلاقي الدماغ بس. هنظهرها تاني، هنحدد اللاير اللي فوق ونمسك اداه الانكور بوينت ونسنتر الانكور بوينت في نص الدماغ بالظبط، ونتاكد اننا محددين اللاير اللي فوق، ونضغط اس عشان يفتح لها اعدادات السكيل، ونقف بالسيتي اي عند بدايه ما احنا عايزين نكبر الوش. هنفعل كي فريم عند السكيل ونحرك السيتي اي مده الانيميشن، وبعدين نخلي قيمه السكيل ب 150، هيعمل لك كي فريم لوحده. هنحدد الاثنين كي فريم ونضغط اف 9، وبعدين نفتح الجراف ونحدد النقطه الثانيه ونشدها لورا. هنقفل بقى الجراف ونشوف الانيميشن مع بعض. ازاي تعمل تأثير تكبير الوش على افتر افكت؟